شباب اول شيء نضغط على زر شيفر او اي مدير ملفات، التحميلات، الداونلود. يا شباب راح انزل لكم سكريبت اي مدراغ وكش اماكن. هذا طبعا هذا سكريبت مدفوع سريع تعمل فلوس. يا شباب اذا وصل مقطع 20 لايك راح انزل فيديو الحين. اذا وصل المده اللي يوصل فيها المقطع راح انزلها فيها. يا شباب اذا كان عندك تطبيق درايف احذفه وحمل هذا التطبيق لاني وضعت لك في اول تعليق. اضغط عليه ضغط تثبيت. يا شباب طبعا بعد التثبيت لا تنسوا تثبتوا شيزوكو، رابط تبعه في اول تعليق لازم تثبتوه. نضغط على الدرايف. شباب هذه تشوز في الصدر، في الرأس وبجانب الرأس، وهذه بجانب الرأس أكثر بشوي. يا شباب نضغط على كونتينيو. يا شباب نضغط على الاقتران. لا انت مو مفعل الحين خيارات المطور، لازم نضغط على اعدادات تبع الجوال تبعك على حول الهاتف، معلومات البرامج. نضغط على إصدار، رقم الإصدار نضغط عليه 7 مرات، 7 مرات ضروري 7 مرات أو 10 مرات. اضغط 7 مرات احسبهم. بعد ترجع وتنزح شيزوكو. نعاود نضغط على كونتينيو، نضغط اقتران، خيارات المطور. ننزل هلا لقيت صحيح اخطاء لاسلكي هذه، اضغط عليها صحيح اخطاء لاسلكي تشغيل، ونضغط على السماح. نضغط اقتران باستخدام رمز الاقتران ويظهر معنا هذا الرمز. بعد ما يظهر معنا الرمز هاي يظهر لنا اشعار هنا تبع شيزوكو. نضغط عليه، نحفظ الرمز، لازم نحفظ 11 3 4. انت وجهازك حسب ما يظهر لك رمز يا شباب، ممكن يظهر لك رمز مختلف، في حد يظهر لك رمز مختلف يا شباب. بعدين نكتب الرمز اللي طلع لنا هنا 11 3 4 34 9 2. بعد اكتمال العملية نرجع من الاقتران ونضغط على بدء التشغيل شيزوكو. بدء التشغيل. ظهرنا هاي الواجهة، هنا ظهرنا إشعار تم تفعيل ميزة تصحيح شيزوكو يعمل. بعدين نطلع وظهر نظهر على كونتي، ظهرنا بالأخضر، تظهر هنا باللون الأخضر. وبعدين نضغط على الهاش هذه تبع فري فاير، ودخلنا فري فاير عادي. طبعا يا شباب لازم تكون محملين فري فاير من بلاي ستور يا شباب. طبعا يا شباب هظهر لكم هاي واجهة 16. طبعا يا شباب بإمكانكم تسجلوا بأي حساب جوجل، فيسبوك، أنا دخلني على الحساب الأساسي على طول، ما في مشكلة يا شباب. كما ترون حسابي الأساسي لبستيني يا شباب. أضغط على الساحة تدريب نختبر معكم هذا الهاكر. كما ترون يا شباب الايم بتصبح اقوى ايم كما ترون يا شباب. وهذا مو حساسية كي يقول لي في التعليقات حساسية وهاتف قوي تلعب ايفون منه. انا اصلا ما العب ايفون انا اصلا يا شباب. كما ترون ايم كما ترون مع